الكتاب ده تم إصداره سنة 1997 من فوق 25 سنة. وبالمناسبة الثلاث أشخاص اللي اشتركوا في كتابة الكتاب ده هم مش روائيين، هي ناس بتستخدم اتجاهات تكنولوجية وتقديرات اقتصادية، وكمان بتحط سيناريوهات محتملة. وتقريبا اللي كتبوه سنة 97 معظمه حصل، لكن في جزء لسه ما حصلش، وده اللي هنكمل تفاصيله في الجزء المتبقي من الحلقة دي من الخلاصة مع وائل. تعالى بقى نرجع مع بعض لسنة 1997 لما بيكون في كتاب بيصدر، والكتاب اسمه 2025. في سنة 1997 العالم وقتها أكيد كان مختلف تماما عن وقتنا دلوقتي. لا كان في موبايل ذكي سمارت فون، ولا منصات تواصل اجتماعي السوشيال ميديا نقعد نتعرف بيها على بعض، ولا حد سامع عن حاجة اسمها AI أو ذكاء اصطناعي بيعرف يكتب ويرسم ويفكر. وفي وسط العالم القديم ده يطلع كتاب عنوانه بسيط جدا 2025. والكتاب اتكتب على ايد 3 خبراء استشراف مستقبل، مش روائيين ولا منجمين ولا ناس بتبيع رعب. دي ناس بتشتغل بإحصائيات، توجهات تكنولوجية ودراسات اقتصادية، فتبني بقى يا سيدي سيناريوهات محتملة.